اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله صحيه كده خفيفه، عشان بقى ايه يعني حاجه للدايت كده شويه. معايا هنا مكرونه شوفان معموله بالسبانخ. دي حوالي كده ربع كيلو. ومعايا برضو حوالي ربع كيلو صدور فراخ مغسوله ومتقطعه مكعبات. وطبق حلو كده من السبانخ صغنطط كده متقطع. وهي دي مكوناتها النهارده. هنعمل بقى باستا بالسبانخ خطيره. يلا بقى نشوف هنبدأ نعمل ايه. بصوا بقى، معايا هنا المية بتغلي على النار، مش هحط فيها غير حبة ملح صغيرين زي ما انتم شايفين كده. وعلى طول كده على طول كده هنزل بالمكرونة بتاعتي ونسيبها تستوي. على فكرة ممكن برضو تستخدموا اي نوع مكرونة، مش شرط يعني بالشوفان، او شرط اللي انا كنت عامله جايباها بالسبانخ بالشوفان. بس ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه انت حباه يعني. بس انا كانت هي دي كانت متاحه عندي، فقلت اعملها يعني ايه، طبق كده صغنطط كده مع نفسي. وبما ان انا هاكل لوحدي فايه طبعا عملتها، لان ولادي مش بيحبوها بصراحه. انا بحبها لان بتبقى حلوه جدا في الدايت، وبتبقى حلوه خطيره وخفيفه كده ولذيذه. وكده بقى المكرونه عندي خلاص استوت، هصفيها وكده تمام. وفي نفس الطاسة هنزل كده بمعلقة صغيرة جدا او نص معلقة بالظبط كده سمنة بلدي. ممكن تحط زيت زيتون، بس انا ايه بصراحة مش بحب زيت الزيتون، فبفضل يعني السمنة البلدي. ومعايا كده بصلاية صغيرة انزل بيها كده ونقلب كده برضه. اول ما البصل يدبل كده هنزل بفصين توم مثلا، فصين ثلاثة يعني، ونقلب شوية. هنزل بقى بالصدور الفراخ بتاعتي ونقلب. ونقلب الفراخ لحد ما تبتدي تستوي شويه، ونسيبها دلوقتي ايه تستوي مع نفسها. وبعد كده نشوف بقى نعمل ايه. يا سلام بقى لو كان في مشروم، بس للاسف ما كانش متاح عندي مشروم، بتبقى خطيره برضو بالمشروم. ممكن تستخدميها بمشروم بس، وممكن تستخدميها بمشروم وفراخ، وممكن تستخدميها بفراخ زي بس من غير مشروم، بس بتبقى في تلك الحالات يعني بتبقى حلوه جدا. عقبال بقى ما الفراخ تستوي هجيب ايه بقى، هجيب الكبه بتاعتي الصغنطوطه دي، وهحط فيها السبانخ بالشكل ده. بعد ما حطيت السبانخ في الكبه بتاعتي هنزل باللبن، بس طبعا مش هحطه كله عشان ايه كبه صغيره شويه. ونضرب بقى السبانخ بتاعتنا لحد ما تبقى ناعمه خالص. بعد بقى ما فرمتها خالص في الكبه، شايفين بقى خطيره. بس تمام كده. على فكره اللبن برضو هنحتاجه برضو لسه. بصوا بقى كده الفراخ خلاص ابتدت تستوي معايا، هنزل بكميه اللبن بقيت كوبايه ونقلب. وكمان هنزل بالسبانخ بالشكل ده ونقلب السبانخ. شايفين اللون بقى خطير ازاي؟ كده لسه محطناش اي توابل ولا حطينا كمان ملح، لسه هنظبط بقى الملح والتوابل. شايفين اللون خطير ازاي؟ هنزل بنص معلقه فلفل اسود، وكمان هنزل بحبه ملح كده اظبط الملح بتاعي، لان انا كنت حاطه ملح برده في المكرونه وهي بتتسلق. ونقلب كويس. شايفين الجمال؟ شايفين السمك بقى؟ خطيره بجد، حلوه قوي قوي. وكده هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي ونقلب. ريحه خطيره.
المرحله دي بقى ممكن نحط اي نوع جبنه انتوا حابينه، بس انا صراحه مش عايزه احط جبنه، انا عايزه استمتع بيها كده من غير جبنه ولا اي حاجه، بس بتبقى خطيره. يلا بقى نغرف، ونغرف بقى المكرونه بتاعتنا. شايفين الجمال؟ خطيره. هي هتعجب بس الناس اللي هي بيحبوا السبانخ، لو انت بتحبي السبانخ هتعجبك جدا، لكن لو مالكمش في السبانخ مش هتعجبكم، يعني انصحكم ما تعملوهاش لو ما بتحبوش السبانخ، بس هي خطيره بجد، طعمها جميل جدا وصحيه قوي. يلا بقى نجربها سوا. بصوا، بسم الله، خطيره. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، حاجه كده لذيذه جدا ما شاء الله، خطيره. جربوها وقولوا لي رايكم فيها. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وكانت معانا النهارده، كنا بنعمل النهارده مع بعض مكرونه بالسبانخ، خطيره بجد، حلوه قوي، صحيه ولذيذه. جربوها وقولوا لي رايكم. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك الجميل والاشتراك بالقناه. باي باي.